حبايبنا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. شايفين ده الانتاج بتاعنا. هي للاسف يعني طلعت واحده بس كويس يعني، لان هي اعتبر اتباضت في وقت الصيف جامد. الحسرة بتاعتها مليانه لحد ما تطلع فوق. يلا عشان هما متنفذهاش بس. اطلع يا سمسم. ايوه، ما تخافش هنديها لك تاني. وفيها بيض، مش شكله مش مخصب ولا حاجه زي كده. هما كانوا 7، طلعت واحدة بس والباقيين. ما تخافش. خليكم معانا، هنروح نعمل جولة كده، هننقل كل الزرع اللي هناك ده كله ده الناحية التانية. زي ما قلنا لكم الأسبوع اللي فات إن احنا كنا هنبني السور وكده، فهو الراجل طلب منا إن احنا نشيل الزرع ونحطه بعيد عن السور عشان هو لما يجي يشتغل إيه، على نظافة. نعمل جولة عند الفراخ، ودي القط عمل كازينو، وهنشوف الفجاش. عشان كده بقالهم 15 يوم البيض داخل الفجاشة، فهنعمل يعني كنترول عليه كده، ايه اللي حاصل واللي تم واللي كده. لو في بيض فسدان هنشيله، ولو في بيض مش فسدان برضه هنشيله. فاحنا هنشيل كله يعني. خليكم معانا وكملوا معانا الفيديو. ولو عجبك الفيديو او استفدت شيء من القناة، اعطيني لايك وشارك في القناة. الى اللقاء. هنا انا بعمل نظافة للعصافير، كل اللي راجع منهم البيض ده عايز يسافر. عشان كده انا حمل لي تربانة في التربانين. ايه يا عم، ما حدش يعرف يلمك ولا خد هنا. المهم الحاجات اللي هي واقعه من العصافير دي انا احطها للحمام، عشان خاطر في حاجات كتيره بتبقى نازله ومش متاكله، لان العصفور بياخدها من العش بتاعها زي كده، وبينزل يجزجزها بعيد، ففي حاجات كتيره مش متاكله. الديك ده مش هيكمل معانا الرحله دي. المفروض ولا القط ولا البتاع ده. احنا هنا في سكنات، شغال كده على طول 24 ساعة، مش هيبطل. الحجارة بتاعته مش هتفصل، مع انه مش هنتوش يعني، بس هو شغال كده على طول. الساعة 4 الفجر يرن، الساعة 12 الظهر يرن، الساعة 8 بالليل يرن، لو دخلت له الساعة 1 في الليل بيرن. مش عارف انا، ده مش دفع عادي، لا. هو اكيد حد مصلف عليه لانه هو عايز يجيب لي مشاكل. اصلي يعني مفيش حد خالص كده بيعمل كده، احنا في ايطاليا يا جماعة. بحط لهم كده شوية هم بياكلوه، وبعد كده اللي فاضي عادي بيقعد يترمى. دول احطهم من الحمامات جوه واستنوا. حبايبنا زي ما احنا عارفين، الفيديوهات اللي فاتت احنا قدمنا حلقتين اللي فاتوا عن حاجات في الفقاشة. النهارده هتكلم برضه على حاجة كده على السريع. الفقاشة دي عادي، حتى لو انت ما عندكش كهرباء بتشتغل ليها جاك بتاع كهرباء بتاع بطارية، وبتشتغل عادية عادي خالص من غير اي حاجة، ولا محول ولا اي حاجة، مش محتاج اي حاجة زي كده. دي بتبقى جاي وراها الكابل عادي زي ما احنا شايفين كده، جايبه وراها برضه فيشة الكهرباء لو انت ما عندكش كهرباء شغاله بالبتاع دي. وجاي وراها زجايه وكاله الكتاكيت لما تطلع ان شاء الله يعني. ودلوقتي هوريكم المراحل بتاعه اختبار البيض. لو انت مثلا هنا في كشاف اهو، عشان تعرف منه البيض اللي هو سليم مش من سليم. وانت يعني هوريكم دلوقتي مثلا حاجات بسيطه ازاي انا اول يوم انا حطيت في البيض كان ازاي، ويوم ال 15 النهارده مثلا هنشوف البيض اللي جوه فيه ازاي. هنطفي النور ونجيب. مش جو كده. شايفين البيض اللي احنا اول يوم حطيناه كان بالطريقه دي. شايفين ازاي بتشوف البيضه
ما فيهاش اي شيء جوه. دي يمكن لونها احمر، طب نغيرها ونشوف واحدة لونها ابيض. شايف ان لونها ابيض ما فيهاش اي شيء خالص من جوه. ليه؟ لان دي لسه ما اتحطتش في الفجاشة. رحت هفتح اوريك واحدة من اللي هم ديلهم 15 يوم في الفجاشة. طبعا انا بفتح على السريع وبنزل تاني بحيث ان ايه احتفظ بالرطوبة اللي جواه. شايفين؟ خلاص جرب يكتمل، لانه 15 يوم يعني مش، لو احنا عملناها الناحية دي كده مش هتشوف منها اي حاجة. هتشوف العروق بس بتاعتها. شايفين؟ وتلاقي الجنين بيتحرك جوه بعد احيان. شايف؟ زي نبضات القلب بالظبط بتاعت الانسان لو لاحظت منه. دي انت بتعمل، انا كنت عملت الفيديو اللي فات بعد اسبوع من حطتان البيض داخل فجاشة. ده كده 15 يوم. نشوف واحدة تاني برضو اهو. نشوف واحدة تاني. في حاجات داخل العروق والحاجات زي كده، مش عارف التليفون جايبها ولا لا. نشوف حاجة تاني. دي بعدها ب5 ايام. حاجات جوه بتتحرك. دي بالنسبة للفجاشة، هي كل حاجة اوتوماتيك فيها. انت مجرد ان انت هتوصل لها الحاجات وهي بتلف تقلب البيض كل 90 دقيقة لوحديها. مجرد ما انت دخلت الجاك بتاع الموتور بتاع التقليب هو بيقلب مع نفسه. بتحط لها بس المية ويجي لك كل حاجة. يعني انت بتحط البيض وتستنى لما يطلع كتاكيت، وحتى الوكالات والمزقة وكل حاجة جايه لك وراها. انا مشتريها جاهزة وانت بتعدنها مع النت زي ما هي كده. بتظبط بس الحرارة في البداية. الوقت يمكن الحرارة نزلت لما احنا فتحناها على 37.8، والرطوبة بتبقى على من 50 ل60. احنا بعد ما نسيبها شوية هتبقى ترجع زي ما كانت في الأول. يلا نشوف اللي ورانا. وكده يبقى النهارده الكشف بتاع الفجاشة اللي اليوم ال15 زي ما انتوا شفتوه. والمفروض يعني الأسبوع تاني الكتاكيت هتطلع. لو في حاجة خير بإذن الله هنشوفها في الأسبوع الجاي، وبرضه لو في أي حاجة حصلت فيها برضه هنقول لكم في الأسبوع الجاي. دي كانت تجربتنا في البداية، وكويس إن احنا جبناها اوتوماتيك بحيث إن هي ما تاخدش معانا وقت يعني في التشغيل ولا تقليب البيض ولا رش المية ولا حاجة زي كل دي. احنا طبعا في البداية الإنسان مبيبقاش عنده خبرة كافية، ولكن حاجة زي كده مش محتاج إن أنت تكون يعني، لو سمحت لك فيديو ولا فيديوهين على الانترنت هتعرف تشغلها من غير اي حاجه، من غير حتى تكلوت. ونشوف الاسبوع الجاي ان شاء الله لو في كتاكيت جديده نكمل باقي الفيديو في حاجات تانية. تقليب التربه بين الحين والاخر يديها نفس كده ويخلي النباتات تبقى كويسه. هي بس المشكله كله في الظل اللي عملتها السياره دي. المفروض احنا كنا خفناها، المفروض كده كام فرع في البداية سيبناها لما كبرت خالص. سيرة الرمان دي
ماتت تحتيه، كانت عايزة تاخد نفس كده منها ولا إيه؟ عاملة ميتشو كده باي. تعال انت تسلق على السيارة زي اللي عندنا في مصر، تركب هنا على السيارة، اركب على السيارة ما تخافش، قادر اركب على السيارة هذا عشان بعد كده تلاقي الفار يالا. مش عايز مالها شعر الظاهر الفار، عملت هلوش فبتمسح نفسيها. بص الطعمة دي اللي المفروض نصير فيها احنا، شايف؟ ده اسمه ابو الفطاط. ممكن احطهم في حاجة واسيبهم بعدين، اعمل تجربة انا هذه. لو لقيت تاني هحاول، لكن طول ما انا عرفته مش هيجي معايا. للأسف هدول 3 سنين اهو. مينفعش في جو ايطاليا ده المية الكتيرة دي حد يزرع قصب، مش هينفع معاه. بس ده هنعمل كل زرع ده تاني، ولو في حاجات صغيرة هنوديها ناحية تانية. يلا دوش. انت تشيل كل دي؟ لا ده انت تجيب لك حاجه كده. ما احنا جايين اساسا هو يقول لا انا مش دي في بيها الحياة دي. حاجه زي كده عايزه كرل. في كرل الشغل ده ويساعد معانا. طب احنا نجي نشوفها. طب مش هتقدر بامانه دي كلها حوالي 100 كيلو. اوكي بس كده كده معايا من تحت انا بص ماسك منين. ولا انت ماسك مش ماسك. ربطنا في الصورة وعايزين نشيل. يا حبيبي. شايف الطماطم واصلة لحد فين؟ راجل ونص فوق. خلاص مش هتنفع معانا دي، مش هتكمل اساسا خلاص. احنا من البداية خدنا قرار غلط، المفروض كنا عملنا الصف في الاول وبعد كده عملنا الزرع. كل منك انت منك لله يا شيخ، روح لا ترمح ولا ترمح. برضه دي فين المقص؟ يلا رزق اللي هنا بيعطي. لنا سنة نتعب ونزرع.
كده يبقى في اول يوم شغل خلصنا الحياة. شوف من اول هناك كده لحد هناك كده عملنا حاجات معينة نقلناها كده هنا كده الكبيرة، والصغير وديناها هناك. في حاجات تانية برضه شتلات وديناها جوا المحمية، ونكمل في يوم تاني عاد. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. نكون خلصنا كل ده هنا قبل ما الراجل يجي يخلص في السور وكده. تحياتنا للجميع، ولو انت من الابطال وفاضل معنا لحد دلوقتي على الفيديو ادينا لايك وشير الفيديو، والى اللقاء.